كما تدين تدان وبالكيل الذي كلت به تكتال. هذا هو العنوان اللي نقدروا نعطوه لهذه القصة ديال اليوم. هذه القصة اللي ممكن نقولوا عليها أنها أغرب قصة خيانة تقدر تسمعها. هذه القصة ديال واحد الشاب طالب جامعي كيدرس شعبة القانون، تزوج على سنة الله ورسوله. واحد النهار غيرجع للدار على غير العادة ديالو، فإذا به كيتفاجئ بالزوجة ديالو كتخونو فوق الفراش ديالو ومع رجل آخر. فاش شاف داك المنظر بقى مصدوم، ولكن تبت راسو. قال السيد اللي لقى معاه مرتو يلبس حوايجو ويخرج، سترو الله. وطبيعة الحال الشاب مسكين داخل ديالو مقهور ومصدوم، ولكن بغى العدالة ديال الله، وبكل حزن بقى كيردد حسبي الله ونعم الوكيل. بقى كيقول مع راسو كون غير مت ولا عشت بحال هاد الموقف، وكيردد بكل حرقة حسبي الله ونعم الوكيل. مشى عند الزوجة ديالو وقال ليها تجمع حوايجها والأغراض ديالها وتاخد أي حاجة كتخصها باش يوصلها لدارهم. طريق كله وهي كتشرح ليه وتبرر ليه الفعلة ديالها وباللي هي غير ضحية، وهو منطق حتى كلمة، والطريق كله هو ساكت. وصلها لدارهم وقال لها انت طالق بالثلاث واسترك الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. بقات كتندب وكتبكي، ولكن داكشي كله ما غير حتى حاجة. دازت ايام ودازت سنين، والشاب تخرج من الجامعة ولا قاضي، ورغم السنين الجرح ديال الخيانة باقي في قلبه. ولكن داكشي ما منعوش انه يتزوج مرة اخرى ويكون عائلة. كيقول على عكس الزوجة الأولى كانت الزوجة الثانية ديالو ظريفة بزاف وكتبغيه، وتيحمد الله اللي عوضو بواحد الإنسانة بحالها. كانت عظيمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تيقول صاحب القصة واحد النهار كالعادة وصلوه الورق ديال القضايا اللي عنده في المحكمة، ومن بين دوك القضايا كانت قضية ديال القتل، والمتهم هو نفس الراجل اللي كان في البيت ديالو واللي خانو مع الزوجة الأولى. بعد ما درس الملف ديالو لقاه انه متهم بقضيه قتل شخص اخر. فاش طلب من المساعدين ديالو يدخلوه، دخل عليه حال طيور تالها. سولو القاضي اللي هو صاحب القصه اشنو المشكله ديالك؟ قال ليه المتهم انه لقى مراته كتخونو مع رجل اخر وبلا ما يشعر قتلو. قال ليه القاضي كنتي تحكم في راسك وتردد حسبي الله ونعم الوكيل. هنا المتهم غيتفكر الجريمه اللي دار شحال هادي وغيبقى مصدوم، وغيقول القاضي نفس الكلام سمعتو شحال هادي. هنا القاضي غيقول ليه باللي فعلا سمعتيه من عندي ملي لقيتك مع الزوجه ديالي. قال ليه عقلتي على الضحكه اللي درتي في وجهي والقهر اللي عشتو بسببك، ومع ذلك سترتكم وفوضت امري لله وربي يمهل. المتهم بقى غير مصدوم وتيقن ان العداله الالهيه شحال ما جلسات ضروري تحقق. من كثرت ما قدرش يستوعب داكشي اللي وقع، طاح على الارض بحال شي دري صغير وبقى كيبكي وكيطلب من الله كون غير مات ولا عاش هاد اللحظه. طلب من القاضي طلب واحد، انه يسامحه ويغفر ليه. هنا القاضي غيسامح ليه بلا ما يتردد، وغيقول لي انا مسامحك دنيا واخره، ووعدو باش يدير كل ما في جهده باش يتخفف عليه الحكم، الا ان مشيئه الله فوق كل شيء، وشاء الله ان يقتص منه حق ذلك القاضي ويتم الحكم عليه. هنا غادي تكمل القصه ديالنا. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموا المحتوى ديالنا.